ازاي ابطل اتعلق بالبشر وبالاماكن؟ لاني بتاثر قوي بيهم. لما باجي افارق حد او اسيب مكان بفضل مكتئبه كتير. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. شوف الايات لازقه في بعض، يعني ورا بعض في سوره العنكبوت. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فتكلم عن مفارقة الأماكن إذا اضطر الإنسان لذلك، وتكلم عن مفارقة الأشخاص إذا أراد الله ذلك. هنعمل إيه في الموضوع ده؟ هنقرأ عن أسماء الله الحسنى ونسمع كتير ونذكر بلا إله إلا الله. فينضبط التعلق إن أنا أبقى عارف إن مصدر إن أنا واقف على رجلي وظهري مفرود ونفسيتي مستورة، مصدره هو ربنا، مش حاجة تانية، عطاء الله سبحانه وتعالى. ساعتها يعظم جدا الإنسان أخوه الإنسان ويحترمه ويخدمه، لكن يكون تعلقه الكبير الأصلي بالله. فلو في إنسان مشي إما بهجر أو بترك أو بخيانة أو بتفرقة الحياة، كل واحد فينا راح يشتغل في حتة، وكل واحد ركب العجلة بتاعته وقاعد يبدل. عارف أنت، تحس كده الناس كلها راكبة عجلة وعمالة تبدل، كل واحد في طريق كده، وكل واحد مجتهد في طريق. ففرقتنا الأيام بلطف وجمال، مفيش وجع يعني ما بيننا ولا حاجة، لكن الدنيا فرقتنا. قدر الله والحب في القلب باقي يعني، أو بموت أيا كان، ساعتها الإنسان يبقى قادر يكمل حياته وهو مستقر إن شاء الله.